مساء الفل، عاملين ايه؟ احنا وصلنا امستردام. تعالوا اوريكم الغرفة اللي احنا نازلين فيها في امستردام. ده عبارة عن جونيور سويت زي ما انتم شايفين كده. فندق ممتاز جدا، 4 نجوم. سعر الليلة هنا شاملة الفطار والسيتي تيكس، وشاملة كمان السبا، 240 يورو في الليلة الواحدة. انتم شايفين السرير كبير، كمان في الروب، في شباشب كمان زي ما انتم شايفين. الحمام ده هنا القعدة، الحوض، المكان اللي بتاخد فيه شاور. في تفاصيل في كل حاجة. في تلاجة هنا عندنا فيها ازازتين مية، مكنة اسبريسو، كوبايات شاي، قهوة. شوف بقى الدولاب بقى عندهم عامل ازاي. في عندنا خزنة هنا، في عندنا ترابيزة مكوى ومكوى شماعات، وزي ما احنا شايفين كده مساحة الغرفة كبيرة. التيكت الواحد للفرد ب28 يورو، فاشتريناه لمدة 3 أيام، وكمان بيدوكوا معاه خريطة زي دي. تمام، تقدروا تعرفوا بقى انتوا هتركبوا منين عشان تروحوا فين، فمكتوب فيه كل حاجة. التيكت ده ممتاز جدا، بالأخص في أوروبا. في معظم الدول في أوروبا بيعملوا التيكت 24 ساعة 48 ساعة والأسبوع وكده، فده بيبقى كويس جدا، وبتقدر من خلاله اللي انت توفر. الكارت ده تقدر تركب بيه مترو، ترام، وباص داخل امستردام. الفندق الصراحة كبير جدا وتحفة، يعني احنا مبسوطين بالتجربة هنا. اللي ما بيحبش المشي هنا مش هيستمتع خالص، لان البلد هنا كلها معتمدة على المشي. حتى تعالوا نشوف، عشان توصل للغرفة بتاعتك محتاج ان انت تمشي كتير. بما ان احنا في امستردام فالحاجات دي هي اللي بتتباع هدايا وكده. وده الريسبشن بتاع الفندق. الجو حلو، مفيش مطره، بس ساقعه شويه وفي هوا. وده الفندق بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. فندق الصراحه جميل جدا. واقفين هنا منتظرين الترام، 5 دقايق وهيوصل. كل 5 دقايق في ترام بتعدي من هنا. في شبكه ترام هنا في امستردام جامده جدا. الاجواء جميله جدا. الخريف. ركبنا الترام وطالعين على السنترال بتاع امستردام. المناظر جامدة جدا. احنا وصلنا السنتر، بس زي ما انتم شايفين الناس اعداد رهيبة بقى، والترام جامد جدا، وبتاع البطاطس طوابير عليه، وطبعا الجبنة الهولندي بقى ما يعلاش عليها. امستردام وجمالها، بس زحمة جدا. غدا النهاردة بيتزا شاورما ومكرونة بولونيزي في شوارع امستردام. كارجياتور الصراحة جامدة جدا. المشكلة بقى اللي قلبت مطرة. امستردام جميلة جدا. شايفين اللي بيحصل ورانا ده؟ فيها مرجيحة للناس اللي ما بتخافش. الناس اللي بتخاف ما تجوش الجنب ده اساسا. احنا جينا الجنب ده بالمعدية اللي ورانا، عديتنا للجنب التاني من غير فلوس. الناس دي جامدة والله، اللي بتعمل حاجة زي كده في جو هوا وساقعة زي ده. الجو للأسف صعب جدا، مطرة رهيبة، بس هنستمتع في امستردام لان هي بتوقف شويه وتشتغل شويه. عايز اقول لكم الجو صعب جدا.
مستغرب له بقى هنا الناس بتعرف العجلة بتاعتها ازاي. ملايين العجل حرفيا. ازاي يا جماعة؟ حد يفهمني. العجل مركون فوق بعض، بيعرفوا عجلهم ازاي؟ ناس كتير اوي. امستردام بالليل حاجة تانية خالص.